الناس اللي اتفرجت على الحلقة على اليوتيوب أو هتتفرج على اليوتيوب على الحلقة الجديدة بتاعة ماكلارين. أنا بقول معلومة إن العربية الموتور فيها 12 سلندر NA. يعني إيه NA؟ بص، الموضوع ببساطة شديدة. الموتور الاحتراق، مواتير الاحتراق بتشتغل عن طريق معادلة بسيطة، ألا وهي إن بيدخل أكسجين، هواء، بيخش في المقابل بنزين. فلو زودنا عدد الذرات بتاعة الأكسجين، أكيد عدد ذرات اللي بتتحرق من الوقود هتزيد، وبالتالي بيزود الأوتبوت أو الخارج أو الطاقة الناتجة عن الاحتراق ده، وبيزود أداء الموتور. ففي ثلاث أنظمة للهواء. النظام الأولاني اللي هو التنفس الطبيعي، يعني مفيش أي حاجة بتساعد الهواء إن هو يخش الموتور من الجو. طيب النظام التاني اللي هو التيربو تشارج. طبعا سمعت التيربو تشارج دي كتير. التيربو تشارج بياخد الاكزوست سيستم، الهواء اللي طالع من العادم، بيدور مروحه، المروحه بتدور، مروحه تانية بتدور بتدخل هواء زياده للموتور. ده بيبقى فيه سنة لاج على السرعات القليله والار بي ام القليل. النظام الثالث السوبر تشارج، ان في مكنه بتركب على الهيد بسير ببلت لعمود الكرانك شافت بتاع الموتور بتاع البساتين. طب ده بيعمل ايه؟ بينظم حركه فتح بوابات الهواء وبيسرع ادائها، وبالتالي بيضمن ان كل ذره اكسجين بتخش بيقابلها ذره بنزين بتحترق، وده معناه ان مفيش هادر في الاكسجين ومفيش هادر في العادم، فبيعلي من اداء الموتور كويس للسرعات القليله، وبيزود برضو من اداء الموتور. بس يا سيدي، ما تنساش لو انت ما شفتش الحلقه او عجبتك المعلومات، انا بنزل دي على الانستجرام علشان الناس اللي بتتابعني في معلومات. لو عندك اي سؤال او اي حاجه عايز تسالني عليها في العربيات، انا لو مش عارفها، انا مش بفهم قوي يعني، هدور عليها واقول لك عليها، احاول ابسطها كده لينا عشان نفهم كلنا. سلام.